حينها كنت أركض ولا أعرف وجهتي، يكاد قلبي يعانق السماء. 27/11/2020، الذكرى الأعظم في التاريخ. ما اكدبش عليك، أنا عدى عليا لحظات كتير عظيمة مع النادي الأهلي، بس أكترهم عظمة ليلة القضية. ممكن ذكرى التاسعة هتفضل محفورة في قلب الواحد لآخر العمر، مش هقولك للأبد، لأ ده للأبدين يا عم الحاج. عمري ما هنسى اليوم ده بكل تفصيلة حصلت فيه. أول ما كنت مطبق قبليها بيومين عشان خاطر المسحة لحد يوم الماتش الصبح، لما صلينا الجمعة وقعدت أدعي ربنا وأقول يا رب الأهلي يكسب النهاردة. جاليش نوم من يوم المسحة لحد يوم الماتش تقريبا، بس نمت قبل الماتش بحوالي 5 6 ساعات كده، نمت ساعة ولا حاجة، بس حلمت إن حمدي فتحي اتطرد. حقيقي قمت مفزوع ودموعي على خدي. هو ده ممكن يحصل؟ هو احنا ممكن نلعب ناقص لعيب؟ ونخسر الماتش ده؟ عشت في قلق وتوتر لا شفته ولا هشوفه تاني في حياتي. بدأ الماتش والسولية جاب جون وشيكابالا تعادل، انا لسه قاعد على اعصابي مع كل كورة ومع كل لمسة. الزمالك اخطر، شكله هيعملها ولا ايه؟ لحد ما جت اللحظة اللي قعدت فيها اعمل حاجات لحد دلوقتي انا مش فاهم كنت بعمل ايه. 83 دقيقة، الاكسترا تايم قريب، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول. القاضية ممكن. والواحد يفرح ربع فرحته بس بالتاسعة. خلص الماتش وقعدت افرح من الساعة 12 بالليل للساعة 5 الصبح. والله دخلت البيت وانا صوتي مش قادر، وانا صوتي تقريبا مش موجود، ومفيش اهلاوي روح بعد الماتش ده حنجرته سليمة. بس الغريبة ان دخلت لقيت اخويا الصغير قدامي، رحت حضنه وقعدنا نهيص وصحينا البيت كله. يا سلام لو الواحد يفرح ربع فرحة التاسعة. سلام يا ابني، سلام.